هي أي جملة في اللغة العربية نوعها إيه؟ عندنا أي جملة في اللغة العربية يا إما جملة اسمية يا إما جملة فعلية، كده تمام؟ في إيه تاني أسئلة؟ سؤال يا مس، هي الجملة الفعلية بتتكون من إيه والجملة الاسمية بتتكون من إيه؟ عندنا الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل ومفعول، بسيطة جدا جدا. الإعراب بتاعها إن شاء الله هقوله لكم دلوقتي حالا. بقى الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر، ده كده باختصار الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الفعلية من فعل وفاعل ومفعول، والاسمية من مبتدأ وإيه؟ وخبر، تمام؟ إيمان أنا عاوزة أعرف الجملة دي. وريني الجملة اللي أنت عايزة تعرفيها، وريني. جملة شرب خالد اللبن. تمام. طيب بصي يا ستي، جملة شرب خالد اللبن أعربها إزاي؟ بصي بقى يا ستي، ده بقى إعراب من الصفر خالص، خليكي معايا بقى خطوة بخطوة. أول حاجة عشان تعرفي تعربيه كويس لازم تعرفي الكلمة اللي قدامك نوعها إيه والجملة دي نوعها إيه. أنا عندي شرب خالد اللبن، دي جملة إيه؟ جملة فعلية. زي الفل، دي جملة فعلية. طب الجملة الفعلية بتتكون من إيه؟ فعل وفاعل ومفعول. اي جمله فعليه بتتكون من فعل وفاعل وايه ومفعول. احنا كده تمام لحد الان. طب مس، الفعل بعربه ايه والفاعل بعربه ايه والمفعول بعربه ايه؟ يلا بينا نشوف الاعراب بتاعنا. اول حاجه شربه، شربه دي فعل، بعد الفعل بيجي مين؟ على طول الفاعل مش المفعول، على طول الفاعل. يبقى فعل زائد فاعل زائد مين؟ مفعول. طب مس هو لازم يجي مفعول؟ لا، ممكن يجي حاجه تانية خالص واقولها لكم عليها، ما تنسوش دلوقتي. احنا عندنا شربه دي مس، هي شربة فعل ولا اسم؟ لا فعل. طب فعل ايه؟ هو شرب وخلص خلاص. وهتلاقوا انواع الافعال في فيديو مخصوص ان شاء الله هسيبكم في صندوق الوصف او هسيبكم في الاي دي فوق. شربة فعل ماضي. واسكت لا، طالما قلت لك اعراب يبقى انت ما ينفعش تسكت، مع مس ايمان بالذات ما ينفعش تسكت. فتقول له شربة فعل ماضي مبني على الفتح. هعرف ازاي انه مبني على الفتحه او الضمه او الكسر؟ هقول له بص ايدك على اخر حرف في الكلمه، شرابة اخر حرف الباء، لسانك نطقه ايه؟ باء. يبقى شربة فعل ماضي مبني على ايه؟ على الفتح. كده نبقى خلصنا كلمة ايه؟ شربة. واحنا عندنا الافعال 3، فعل ماضي ومضارع وامر. طيب وبالنسبة لخالد؟ جميل. خالد بقى هعربها دلوقتي. مين الشخص اللي شرب؟ خالد. يبقى خالد هنا طالما في شخص، طالما كلمة مين بتجيب لي فاعل، كلمة مين بتجيب لي ايه؟ فاعل. فاقول خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه يا مس الضمة؟ عشان هو مفرد ولا جمع؟ علشان هو مفرد. ده خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة عشان هو مفرد. طيب وكلمة اللبن هقول له الفعل بيجي بعد مين؟ فاعل، وبعد الفاعل بيجي مفعول به، ماله؟ منصوب وعلامة نصب الفتح عشان هو مفرد. طب مثل لو هو جمع او هو مثنى ليه اعراب تاني خالص، ليه اعراب تاني خالص احنا هنعرفه. عدم اللي شرب ايه؟ شرب فعل ماضي مبني على الفتح. جميل. شرب ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. جميل. خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اللبن مفعول به منصوب وعلامة رفعه الفتحة. وعلامة رفعه المنصوب، المنصوب دايما مفتوح يبقى علامة نصبه الفتحة. يبقى شرب فعل ماضي مبني على الفتح، خالد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، اللبن مفعول به منصوب علامة نصبه الايه؟ الفتحة. وكده يبقى خلصنا اعراب الجملة بتاعتنا. طريقة سهلة جدا جدا. الجملة الفعلية طبعا نوعها جملة ايه؟ فعلية، تتكون من فعل وفاعل ومفعول. الجملة الفعلية تتكون فعل وفاعل ومفعول. دي جملة ايه؟ دي جملة فعلية. يبقى خدنا أول تركة النهاردة، تركات ازاي أعرب الجملة الفعلية وبتتكون من ايه ومن ايه ومن ايه. كده نبقى خلصنا الإعراب بتاعنا. إن شاء الله استنى في الجملة الاسمية ازاي بنعربها، والجملة الفعلية كمان كده عربنا لو مفرد، هنشوف بقى لو جمع أو مثنى هنعربها ازاي في فيديو تاني إن شاء الله. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس أو الفولو والإعجاب لو على الفيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.